والآن يتفضل ابن العم الأستاذ فاضل عقار العتابي بإلقاء البيان، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. إمارة عتاب في العراق والوطن العربي، تعازينا لكم جميعا. ومن هنا قبيلة عتاب في محافظة النجف الأشرف، النجف الأثقف، النجف الأعنف، تستهجن وتندد وتشجب وتستنكر العمل القبيح والسلوك المشين والفعل الإرهابي الجبان الذي قام به نفر جبان ضال آثم من عشيرة آل حاتم بغدر الأب الروحي ورمز إمارة عتاب في العراق والوطن العربي، صاحب المواقف المشرفة والكلمة الطيبة مع كافة العشائر والقبائل في العراق وخارجه، الشيخ المهندس أبو لؤي جميل حاتم يوسف البرهان العتابي رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذه الفاجعة الأليمة نعاهد أمير إمارة عتاب الشيخ حاتم رياض البرهان العتابي أن نبقى سيوف بتارة على المعتدي. ومن هنا من النجف الأشرف نطالب وزارة الداخلية والقوات الأمنية بنشر صور الجنات وإلقاء القبض عليهم لينالوا جزاءهم وجريمتهم النكراء، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. حرر هذا البيان يوم الاثنين 24/4/2003 الموافق 3 من شوال 1444 للهجرة، قبيلة عتاب في النجف الأشرف.